وقفنا المرة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: فبشره بمغفرة وأجر كريم. نقف عند هذه الكلمة. الآية التي بعدها يقول سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قلنا أن الله سبحانه وتعالى إذا تحدث ليدل لك على عظمته وقدرته وجبروته وأنه هو الله الخالق البارئ المصور يأتي بلفظ الجمع، فيقول: إنا نحن نحيي الموتى، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نحيي ونميت. وإذا تحدث بلفظ الوحدانية ليقول أنني أنا الله لا شريك لي، فيقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا يقول لك أنه لا محيي ولا مميت إلا الله، وأنه لا خالق ولا بارئ ولا مصور إلا الله، فإنا نحن نحيي ونميت. نجد الله سبحانه وتعالى بدأ الإحياء قبل الإماتة، في حين أن الله سبحانه وتعالى بلفظ في سورة تبارك يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مثل سألني أحد فقال: سبحان الله، رجل يريد أن يشكك في كتاب الله، فقال لي: سبحان الله، مرة يقول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس عند موتها حين موتها، وآية يقول: حتى إذا توفته رسلنا ثم قل يتوفاكم ملك الموت. يا أخي، من الذي يتوفى؟ هل الله أم ملك الموت أو الرسل؟ فلذلك إخوة الإيمان، نحن عندما نريد أن نقف على آيات الله لنتدبر معانيها حتى لا نقع في هذه الإشكالات التي يقع فيها غيرنا. فقلت له: سبحان الله، من الذي بيده الأمر كله؟ هو الله. أنت عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس، فالأمر يخرج من الله، لكن الله لا يقوم بهذه العملية، إنما عنده ملك الموت هو الذي يتولى القيام بذلك. وملك الموت له أعوان هم الرسل الذين يتولون ذلك. فعندما نقول افتتح جلالة الملك كذا، هو الذي فتح. من الذي بنى؟ من الذي فتح؟ من الذي سير؟ إنما الأمر له. ولذلك الله عندما نقول يتوفى الأنفس، فهو الذي يتوفاها بأمر يعطيه لملك الموت، ولملك الموت إنما يعطي ذلك للملائكة الذين يتعاونون معه في أداء مهمته. هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، قلنا والله أعلم أنك أيها الإنسان في بدايتك لا شيء. لماذا؟ لأنك قد خلقت من ماء، أصلك ماء وأصلك تراب. إذا أصلك تراب، جاء الله فمزج التراب بالماء فأصبحت طينا، وترك هذا الطين حتى أصبح ماء مسنونا، ثم هذا الحمأ المسنون مر عليه الوقت فأصبح صلصالا كالفخار، ثم بعثت فيه الروح فأصبح كائنا خلقا سويا. إذا أنت لا شيء، فأنت في أصلك ميت، لأنك لا شيء، لا حياة فيك. أصلك تراب، أصلك نطفة، أصلك كذا، ثم جاءت الحياة بعد ذلك فنفخ الله فيك الروح، فأنت بدأت بالموت قبل الحياة. هنا يقول تعالى: إنا نحن نحيي ونميت، لأن الأصل معروف، بعد
هذا الموت جاءت الحياة فدبت فيك الروح وأصبحت خلقا سويا تحاسب على ما كلفك الله به من عمل. إذا الأمر يختلف، الحديث هناك في موضع والحديث هنا في موضع، وكل له دلالته من القرآن. فيقول تعالى إنا نحن نحيي ونميت. إذا جعلنا الحياة في هذا الكائن، ولذلك نجد ماذا؟ نجد أن الله عندما يريد أن يقبض كالبناء تبدأ بالأرض ثم بالطابق الأول ثم بالثاني حتى الخامس. فإذا أردت أن تقوض هذا البناء بدأت من الخامس والرابع والثالث حتى تأتي إلى القاعدة الأخرى. الله سبحانه وتعالى آخر ما وضع فيك الروح، ولذلك أول ما يطلب منك تكتب هذه الروح. ثم هذه الروح إذا طلبت قيل عجلوا بغسله وتكفينه ونفسه، لأن البدن يصبح كالخشبة يقسو، فلا يستطيع الرجل أن يغسل الميت لأنه يتصلب، فإذا تصلب أصبح كالفخار، فإذا تركته فترة بدأ ينتفخ ويصبح كالحمأ المسنون تخرج منه رائحة. ثم إذا تركته بعد ذلك فإذا بأشكاله تتغير ويصبح كتلة من الجيفة، فإذا تركته أكثر تحول إلى تراب وانتهى، فإذا لم فتحت الخمر لم تجد فيه إلا عظاما نخرة. أين جلده؟ أين لحمه؟ أين عضلاته؟ أين دمه؟ أين انتهى. فالله سبحانه وتعالى يقول لك أنا هذه طلاقة قدرتي يا عبدي، فأنا الذي أحيي وأنا الذي أميت. إنا نحن نحيي ونميت ونكتب ما قدموا. نكتب ما قدموا من كل عمل قدموه من خير أو شر. إن كتاب الأبرار لفي عليين. ما هو الكتاب؟ هو ذلك السجل الذي تسجل فيه حوادث البشر من خير، وإن كتاب الفجار لفي سجين. ما في شيء يضيع. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من عمل سواء كان خيرا أو شر، وآثارهم. تلك آثارهم تدل عليهم. آثارهم نجد رجلا بنى مسجدا فهذا أثره، نجد رجلا قدم علما فهذا أثره، نجد رجلا كتب كتابا هذا أثره، نجد رجلا بنى مستشفى هذا أثره. هذا الذي يشهد له يوم القيامة. فنحن نكتب ما قدموا وما فعلوا من آثار تذكر فيشكر صاحبه. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحصيناه، جاءت هذه اللفظة من الحصى، أي كان الناس يعدون الأعداد في هذه الحصى 1 2 3 4 إلى آخره. ثم قال تعالى العد شيء والإحصاء شيء. العد فقط مجرد العد، أما الإحصاء عد وتسجيل حتى يبقى شاهدا على ما عدد. ولذلك نحن نقول لجنة الإحصاء يأتيك موظف الإحصاء بيده جداول كم عدد الأسرة كذا ويسجلها، ثم بعد يجمعها ويقيدها في جداول لا تنسى. إذا وكل شيء أحصيناه في إمام في كتب ظاهرة واضحة بينة لا يخفى فيها، لأنها ستشهد لك يوم القيامة أو تشهد عليك يوم القيامة. قلنا هذه الكتب ستأتي، فأما من أوتي كتابه هذه ستطاير الصحف فتأتي هذه الكتب إلى يمينك أو إلى شمالك. تقول والله أنا مد إيدي باليمين وناخذها كلنا. هذه كانت تأتمر بأمرك في الدنيا، أما يوم القيامة تأتمر بأمر من خلقها.
ترك لك حرية الإرادة والفعل في الدنيا، أما يوم القيامة فإنها تأتمر بمن خلقها وتنزع منك الإرادة منك أيها الإنسان، وكل شيء أخفيناه في إمام مبين.